ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده حلقه جديده بعنوان اللي هيتكتب في الديسكريبشن بقى. آم، الحلقه النهارده هنتبع فيها شويه حاجات كده، شويه تكنيكس او بلان صغيره كده، هنتكلم عن التفاصيل بتاعتها خلال الحلقه ان شاء الله. والحاجات دي فيما بعد، يعني احنا النهارده هنتكلم في الحاجه بشكل عام، لكن فيما بعد هنتكلم عنها بشكل مفصل اكتر، علشان كل حاجة من الحاجات اللي انا هتكلم عنها النهاردة دي مواضيع كبيرة جدا وهيدلاينز يعتبر، يعني احنا هناخد نبذات بس عن الموضوع. آه، كانت معكم، لا هي دي بنقولها في الاخير. دلوقتي انا هدى شاهين، ولو اول مرة تشرفوني في القناة بتاعتي بليز دوسوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس علشان لو نزلت حلقة جديدة تشوفوها، ولايك لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب، آه هو انت مستنية ايه عشان تتغيري؟ هو ده سؤال المفروض تسأليه لنفسك، او actually انت ممكن تكوني سألتيه لنفسك اصلا يعني. بس الإجابة ممكن تكون انا مستنية بس اقبض جمعية، اصل مستنية بس اما اخلص امتحانات، اصل مستنية بس اما افضى من مش عارف ايه، هسيب الشغل ده بس وكل حاجة هتبقى زي الفل، هعمل وهبدأ تغيير على طول. دايما الإجابة اللي بعدين، اللي بعدين يعني بأجل الحاجة اللي بعدين، بسوف الحاجة دي، برحلها. طب أنا بسوف ليه؟ ليه بسوف؟ ما هو حاجة من الحاجات دي انت بتسوفي عشانها، يا اما خايفة، يا اما ما عندكيش قدرة، يا اما انت خايفة تواجهي فعلا نفسك علشان الموضوع ده. ايا كان السبب اللي انت خايفة تتغيري علشانه، وانا بقول خايفة تتغيري علشانه، او ما عندكيش طاقة انك تتغيري علشانه، فاول حاجة هتخليكي كل اللي في الفيديو ده تعمليه هو انك تفتكري ان الوقت اللي بيروح منك ما بيرجعش تاني. قدري قيمة الوقت، والوقت اللي انت بتحطيه ده، انت ممكن تكوني اصلا نفسك تعملي الحاجه دي بقالك 3 4 سنين. طب ما انت لو كنت بداتيها من 3 4 سنين كان زمانك عملتيها، كان زمانك خلصتيها اصلا، كان زمانك شفتي نسخه تانية من نفسك احلى واجمل واجدد. فبتاجلي ليه؟ لو بصيتي على كمية الوقت اللي انت بتصرفيه في الحاجات اللي ملهاش لازمة، هتلاقي فعلا معاكي وقت كتير قوي كنت عملتي فيه حاجات غيرتك للأحسن. خليني اقولك ايه اول حاجة احنا ممكن عايزين نتكلم عنها النهاردة. هما كذا حاجة، انا مش هحطهم في بوينتس علشان نخلي الكلام مفتوح ونتكلم عن الحاجات دي علشان نغيرك. اوكي، ايه اول حاجة مظهرنا. انا كنت قلت يعني، انا فكرت ان انا اجل الحاجه دي لبعدين، يعني اتكلم في البوينتس دي كام بوينت قدام، بس معلش هي اهم حاجه واول حاجه. احنا لما بنخش اي مكان بيشوفوها فينا هي شكلنا. ايا كان طريقه لبسك ايه، او ايا كان انتي ستايلك ايه، فانتي لازم تحسنيه. شعرك، سنانك، لازم تغسليها مرتين في اليوم، الشاور بتاعك، طريقة لبسك. شوفي انت بتلبسي ازاي. انا ما بقولكيش انزلي بكره اشتري هدوم، معاكي مقدره انك انت تنزلي تشتري هدوم جديده وتعملي ده، تمام، جو هاد. معكيش، هنوقف الدنيا بقى واقول، نرجع بقى اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، لما يبقى معايا فلوس انا هطور نفسي. لا، هنبدأ بقى نشوف الدولاب بتاعنا، نرتبه، ننسق ده على ده، ونهتم بالحاجات، التفاصيل البسيطة. نبدأ نتعلم تريكس ازاي اطقم ده على ده، وازاي احسن ده على ده. لو انت حاسة ان مثلا لو انت بتلبسي حجاب، لفة حجابك مش مظبوطة ومش مهندمة، رتبيها. الجيرلريز بتاعتك، اهتمي بالتفاصيل الصغيرة دي في شكلك، هتفرق معاكي قوي. ريحتك، اتميزي دايما بحاجة بتاعتك، يعني في المظهر بتاعك لما حد يشوفك يعني من بعيد قبل ما يشوف حتى، ممكن يشوفك من دارك، يبقى عارف ان دي انت، يبقى عارف ان ده ستايل كذا. فتميزي بحاجة، ريحتك، شكلك، كل ده انا قلته. ده بالنسبة للمظهر. طيب، ايه تاني غير المظهر؟ هو المظهر بس لوحده كفاية؟ لا،
المظهر مش لوحده كفاية، والمظهر اصلا بينقسم لحاجات كتير جدا انا هتكلم عنها بعدين. بس خليني اقولك على حاجة كمان، ان مش شكلك بس لوحده كفاية، على قد ما هو حاجة مهمة وجذابة، بس كمان روحك اللي جواكي، الحاجة اللي هي فعلا فعلا مش هتتغير مهما اتغيرت. انا بقولك خليكي متجددة وشكلك حلو، بس زي ما انتي متجددة من بره وشكلك حلو ومرتب ومهندم، لازم برضو تبقي من جوه شكلك حلو. جواكي نضيف، جواكي بيحب الخير للي حواليه، ولا جواكي مليان حقد وحسد؟ جواكي مش عارف قيمة نفسه، ولا جواكي عارف فعلا هو عايز ايه في الحياة وهدفه ايه، حتى لو هو دلوقتي محبط؟ قادرة تحبي نفسك بشكل كافي، وقادرة، لان حبك لنفسك بشكل كافي هيخليكي قادرة انك انت تحبي اللي حواليكي برضو. جمالك من جواكي مقسوم لاتنين، عقلك وروحك. عقلك يعني ايه؟ يعني اطور ثقافتي، ابقى وانا قاعده بتكلم اللي حواليا بيسمعوني بانتباه، علشان انا كلامي فعلا مليان تفاصيل مهمه وحلوه، شيق دسم. قادره ان انا اشتغل على تفكيري قوي، علشان اقدر اميز زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، اميز الصح من الخطأ، واقدر اتحمل مسؤوليه حياتي، وابقى شخص عنده قرارات، وعنده الكاركتر بتاعته، التفاصيل بتاعته. لما تشتغلي على عقلك هتعرفي ايه الصح وايه الخطأ، هتعرفي امتى تقولي لأ، امتى تخرجي من علاقة. وانا اتكلمت في الكلام ده الحلقة اللي فاتت، فهنعديه. لو حابة تسمعيه روحي ارجعي للحلقة اللي فاتت. برضو مش بقولك اشتغلي على عقلك بس، ده كمان ده العقل، الحتة دي اللي انا بتكلم فيها من شوية دي اسمها وعي، انا ابقى اكون واعية بمسؤوليتي، وامتى اقول لا وامتى ما اقولش لا. لكن انا كمان عايزاكي تبقى ثقافيا، يبقى عندك اطلاع، مطلع، شخص مطلع. يعني اعملها ازاي؟ ابقى شخص مطلع ازاي؟ اقري. بتكسلي تقري؟ اتفرجي على يوتيوب، بيعملوا ملخصات بيتكلموا عن مواضيع مختلفة، اسمعي حاجات عن التاريخ والفلسفة، اتفرجي على حاجات تزود عندك الثقافة بتاعتك. كل ما كنتي ثقافتك أعلى تبقي أتقل. عارفة قعدتك في المكان كده، الكل هيهاب يغلط في الكلام قدامك، دي أول حاجة. ولما تبقي قاعدة بتتكلمي مع ناس، هتلاقي نفسك فجأة مرة واحدة بقيتي انتقائية، يعني مش أي قاعدة تقعدي فيها ومش أي كلام هيشدك. فلما تبقي جميلة من ناحية العقل، هتجذبي حاجات حلوة قوي في حياتك، هتجذبي أشخاص، قعدات حلوة جدا تزيدي ثقافتك. اي نعم، في جزء هيبقى بيغير منك، وهيبقى هيبقى عايز يقلل من الموضوع ده. بس مع الوقت لما انت تبقي عندك الثقافة دي وعندك التطور في عقلك ده وبتنميه، وتقري حاجات كتير عن ازاي تعرفي مين هم الاشخاص او ايه علامات الاشخاص دي، ممكن نتكلم عنها في حلقات تانية عشان ما استرسلش في نقط وانسى نقط. هتفهمي وهتعرفي مين هم الاشخاص دول، هيبقى عندك، فهمتي، عرفتي. طيب انا ممكن ارشح لكم 3 كتب، لو انت حابه تقري كتب وعندك طاقه انك تقري كتب. ممكن ارشح لكم فن اللامبالاه، حلوة قوي، وعندكم برضو لا بطعم الفلامنكو. وانا ممكن يعني اعمل حلقة اتكلم فيها كمان عن الكتب دي، والكتب دي شخصيا ساعدتني انا ان انا اغير حاجات كتير. وممكن برضو لا بطعم الفلامنكو انا قلت لكم، وكمان علاقات خاطرة. الكتب دي بتتكلم عن هتخليكي تعرفي نفسك لما انتي تتشافي وتعدي حاجات حصلت لك في طفولتك او في علاقاتك مع اللي حواليكي، هتفهمي اكتر وهتتعرفي على نفسك اكتر. فده كمان هينمي عقلك اكتر، يخليكي تتواصلي مع نفسك اكتر. وده يخلينا نروح للنقطة التانية في الجمال الداخلي، اللي هي جمال روحك. روحك لازم لو انت حسيتي ان في حاجة بره فطرتك
هتحسيها لما تلاقي نفسك متعصبة من الحاجة دي، بقى دي حاجة عكرت صفو فطرتك الهادية اللي المفروض ان ربنا فطرنا عليها، ان احنا نكون في سلام مع نفسنا. وده اللي المفروض تشتغلي عليه في رحلة التغيير بتاعتك مع نفسك، وانك انت تتواصلي مع روحك كويس قوي، بانك انت لو زي ما قلتلك كده حصل وحسيتي ان في حاجة عكرت الصفو ده، تبدأي تسألي نفسك أسئلة صح. هو انا ايه اللي عكر صفو الحاجة دي؟ وايه اللي خلاني بقيت كده؟ وايه اللي خلاني عملت كده؟ آه، تبقي اخف وتستمتعي باللحظة الحالية، وتسامحي نفسك على اللي فات. تبدأي تهتمي بفروضك اكتر، تبدأي تهتمي بعلاقتك بربنا اكتر، تبدأي تسترشدي من الفطرة السليمة وتحتسبيها ربنا سبحانه وتعالى، انك انتي بتعملي كل اللي جواكي من خير لربنا سبحانه وتعالى، مش عشان الناس. كل ما كنتي اجمل من جواكي، معطاءة، لطيفة، كريمة، حبيبة وفية، صديقة رائعة ومخلصة، كل الحاجات دي هتخلي روحك ترتقي، وهتخليكي لو انت مش بتتكلمي، جمالك اللي جواكي ده هيعبر عنك. فلما يبقى عندك جمال من ناحية العقل وجمال من ناحية روحك، الاتنين هيتحدوا مع بعض كده وهيطلعوا لك حاجة حلوة قوي، اللي هي جمال أخلاقك. جمالك الداخلي كله هينبع في جمال أخلاقك، في عفوك وعطفك وامتى تسكتي وامتى تتكلمي وامتى. كل ده لما انتي تبدأي تغذي المدخلات هنا وتغذي مدخلات القلب، هيحصل معاكي ميكس حلو قوي، هيديكي ناتج اخير زي ما قلتلك هو جمالك الداخلي. طيب انا كنت في الاول اتكلمت عن شكلك، وقلت لكم ان في كذا حاجه مهمه قوي في حته الشكل دي، اللي هي البادي لانجوج بتاعتك، مشيتك، ضحكتك، وقفتك، قعدتك، طريقه كلامك، التون بتاع صوتك. لو تعرفي قد ايه مهم جدا الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها، ولو تعرفي قد ايه مهم تون الصوت بتاعك قد ايه مهم، مش هتتجاهليهم، مش هتتجاهليهم خالص. انت ممكن اللي قدامك يتأثر قوي 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 بالبادي لانجوج بتاعتك، اللي هي حركات جسمك، واللي هي غالبا بتعبر عنك بشكل كبير قوي، اكتر ما يتأثر بالكلام. على قد ما انا مهم جدا عندي ان انت ما تتغاضيش عن تأثير الكلمة، بس على قد ما انا مهم عندي ان احنا كستات يبقى عندنا بادي لانجوج. انت كأنثى كده يبقى عندك بادي لانجوج بتاعتك مميزة. انا ما بقولكيش امسحي الكاركتر بتاعتك، انا بقولك طوريها، حسنيها، حليها، جمليها. زي مثلا هديكي مثال، زي التورتايه لو هي معموله جاست كيك كده وكلتي، هي حلوه، بس يا سلام بقى لو حطينا عليها كريم شانتيه، كريز، فراوله، مانجا، هتبقى احلى واحلى. انت كده بالظبط، انت كيكه جميله ايا كان الفليفر بتاعك ايه، برتقان، فانيليا، شوكولاته، حطي لها الانجريدينتس الحلوه اللي من فوق دي علشان تحليها اكتر. تمام. ف هنبدأ نبص على نفسنا في المراية، لأن كل واحد هيختلف عن التاني. نبدأ نبص على نفسنا في المراية، هو أنا محتاجة ايه؟ يعني أنا شايفة في نفسي ايه محتاجة يتغير؟ أنا شايفة مثلا إنه محتاجة أفرد ظهري وأنا ماشية، محتاجة أقعد بشكل أفضل من كده، محتاجة مثلا أوطي صوتي، محتاجة لأ أنا بتكلم بصوت واطي قوي لدرجة إن أنا اللي حواليا بيقولوا لي ايه كتير، فلا محتاجة أعلي صوتي شوية. آه لو أنا مثلا مش عاجبني مثلا شكل ضحكتي، ابدا اشتغل على شكل الابتسامه بتاعتي. نظرات عيني اشتغل عليها قوي، لان يعني في مدرسه كده اسمها مدرسه مارلين مونرو، انا بتكلم على البيرسون نفسه، الشخصيه نفسها. هي ما كانش فيه زمان زي عندنا كده ناس بتقعد تتكلم وتقولك بصي ده اعملي زي ايه، كانت فطرتها كده. هي كانت ايقونه للاغراء.
فهي كانت عارفة ازاي تستغل قوي التون بتاع صوتها وحركات جسمها وحركات عينيها، امتى تبص دي البصة دي وامتى لا. فمهمة قوي 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 ما تتغاضيش عنه البادي لانجوج بتاعتك تكون تعبر كويس قوي عنك. من ضمن خطة التغيير برضو بتاعتنا ان احنا يبقى عندنا هوايتك انت اكتشفيها. مش هقدر اقولك ايه هي الهواية اللي انت تحدديها، بس لو انت عندك هواية عايزة تبدأيها فده الوقت المناسب انك تبدأيها. لو انت عندك حاجة ومقررة انك تبدأيها ابدأيها. ما تحطيش، ما تأجليش وما تحطيش لنفسك حجج، لانك انت كل ما اتأخرتي كل ما التكلفة بتاعت انك انت تبدأي الحاجة دي زادت. انت هتفضلي تدفعي من عمرك تمن التأخير ده. انت مش هتدفعي فلوس، انا ما بقولش تكلفة فلوس، انا بقول تكلفة من عمرك. فلو عندك هواية عايزة تبدأيها وتتعلميها ابدأي وتعلميها. عندك هواية مثلا عايز ترسمي، بتطرزي، بتخيطي، ايه الهواية اللي عايزة تبدأيها وابدأيها. ما تستنيش لبكرة، ما تستنيش، لان بكرة جاي بس امبارح هيخلص. يعني النهاردة هيخلص وهيروح من ايدك وهيضيع. ما انت في النهاردة ابدأي بقى. ابدأي قولي لنفسك مثلا انا ناقصني في عدة الرسم بتاعتي انا عايزة اجيب الوان ومش عارفه ايه، ومش هبدأ الا لما اخلص حاجتي. لا، ما تعمليش كده. انا بديكي مثال، ما تعمليش كده. ابدأي لو معاكي قلم رصاص وكراسة ورقة مش لازم كراسة رسم، ورقة. ابدأي بالورقة وابدأي تفاصيل الحاجات الصغيرة اللي انت عايزاها. وواحدة واحدة ابني وانت نازلة في الشارع اشتري السكتش بتاع الرسم، وابدأي بالقلم اللي كان معاكي على كراسة الرسم. واحدة واحدة نجيب القلم ونبدأ يبقى معانا قلم وسكتش. واحدة واحدة نجيب علبة الألوان يبقى معانا قلم وعلبة ألوان وسكتش. الحاجات ما بتجيش مرة واحدة. مفيش حاجه شيلي من دماغ، عشان الموضوع ده معصبني قوي. شيلي من دماغك فكره ان التغيير هنصحى الصبح نلاقي نفسنا اذكى ناس واحلى ناس واجمد ناس ولبسنا اجمد حاجه ومش عارف. التغيير عامل زي كوبايه الميه اللي انت حطاها تحت حنفيه بتنقط كده وعماله تنقط تنقط تنقط. بعد وقت انت لو غبتي عنها ورجعتي هتلاقي الكوبايه دي اتملت. التغيير كده ما بيجيش فجأة مرة واحدة تروحي فاتحة الحنفية ومالية الكوباية وماشية. هو ما بيجيش كده، هو بيجي بانك انتي واحدة واحدة على نفسك عشان كمان تستوعبي التغيير ده، عشان تحسيه اكتر، تفهميه اكتر، وتتواصلي مع نفسك اكتر. كل ما الوقت اللي انتي قضيتيه في انك تفهمي نفسك وتتغيري وتتطوري كان اطول واحسن واعمق، كل ما كان تغييرك اقوى. ركزي مع نفسك قوي في انك انتي تتغيري. ركزي مع نفسك قوي في انك انت تتكلمي احسن. ركزي مع نفسك قوي انك تتطوري عقليا ونفسيا وروحانيا وجسد. العبي رياضه. بما اننا بنتكلم في الهوايات، العبي رياضه. مهم جدا انك تهتم بصحتك، مهم قوي 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 قوي. احنا الناس كلها بتتكلم على التغيير العقلي والنفسي واللبس والمشي وانا من ضمنهم بكلمك في كده. بس كان في حقيقة اغفلنا عليها كلنا، ان من حبك لنفسك هو انك تهتم بصحتك. اهتم بصحتك. شوفي الفيتامينات اللي ناقصاكي خديها. عارفه ان عندك انيميا، خدي فيتامين للانيميا، خدي فيتامين حديد. عارفه ان انت عندك نقص في فيتامين د وجسمك وجعك بسبب كده ومكسله ومش نشيطه بسبب ده، خدي فيتامين د. شعرك بيقع يبقى انت عندك مشكله يا في غدتك يا في فيتامين د. حللي وخدي العلاج. اهتم بصحتك. ايديكي وجعاكي اهتم بصحتك. سنانك وجعاكي روحي اكشفي. ما تأجليش حتى ده من ضمن الحاجات اللي انت بتعيقك عن التغيير وبتخليكي مكسلة ومش قادرة تتغيري. التسويف. طول ما انت مسوفة مسوفة مسوفة. عارفة لما احنا بنبقى منتظمين فترة على الصلاة ونيجي نأخر، مثلا النهاردة صحينا الصبح عمالين نأخر في صلاة الظهر لحد ما دخل علينا العصر، فنبدأ نكسل بقى. نبدا نقول ايه، انا مش هقوم اغسل مواعين، انا كده كده اصلا ما قمتش صليت الظهر، فانا هقوم اغسل مواعين يعني مش هصلي الظهر. خلاص لا هغسل مواعين ولا هصلي الظهر، مع ان استغفر الله العظيم يعني ده خطا. فمثلا حد يجي يقول لك يلا بينا ننزل، فتقولي له لا 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 مش نازله. انت من جواكي مش عارفه ليه مكسله، بس الكسل بسبب التسويف،
بسبب انك انت اجلتي حاجه مهمه المفروض تعمليها وعماله تاجلي 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 تاجلي. ابدأي بالحاجات الصغيرة، ما تبدأيش بالحاجات الكبيرة، ابدأي بالحاجات الصغيرة، حاجات بسيطة. ابدأي بعادات بسيطة هتغيرك. لو ما بتغسليش سنانك اغسلي سنانك، لو ما بتغسليش وشك، ما عندكيش روتين لبشرتك، ابدأي لروتين لبشرتك. ابدأي اهي بسيطة اهي. لو انت عندك الحاجة وما بتستعملهاش استعمليها، ولو مش عندك اشتريها. ابدأي بحاجات بسيطة، حاجات بسيطة جدا جدا جدا. ايا كان الوقت اللي هتسمعيني فيه، ايا كان الزمن اللي انت هتشوفيني فيه، ابدأي حالا انك تتغيري. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الصحة بتاعتنا، وقلنا لك العبي رياضة، وقلت لك اختاري هواية، وقلت لك اهتمي بجمالك الداخلي، عقلك وروحك، وقلت لك اهتمي بشكلك. حاجة برضو مهمة، لو انت بتدرسي اهتمي بدراستك، اهتمي بيها واجلي اي حاجة لبعدين. اهتمي بدراستك، اهتمي بدراستك، اهتمي بدراستك. لو قاعدة عاطلة في البيت ومكسلة اشتغل، المفروض ان انا عليا التزامات احققها واوصل لها، وحالتي المادية مش احسن حاجة، مش محتاجاني اقولك انزلي اشتغلي. طب انا مش قادرة اشتغل، ما انا كان عندي الحل ده. اكيد ردك لنفسك قدامك دلوقتي وانا بقول الكلمة دي. انا مش هقولك حاجة غير ان حرام عليكي نفسك، بس نفسك دي امانة في ايديكي. ما تستنيش من اي حد يحللك مشاكلك او يديكي حل، لان اللي هيديكي حل النهارده هيزهق منك بعدين، ومش هيديكي حل بكره. كلام قاسي وبيوجع بس دي الحقيقه. ما تستنيش من حد يغير لك حياتك وانتي اصلا مش عايزه تغيري حياتك. ما تستنيش ده. مستنيه ايه؟ لو انتي قدامك شغل وعايز تنزلي تشتغلي بس مكسله، اصل مش قادره، ما بقتش احب اصحى الصبح، ما بقتش. لكل حاجه ضريبه هندفعها. قعدك في البيت من غير شغل وانت عليكي ديون هيخليكي في الرايحة وفي الجاية تطلبي من فلوس من كل اللي حواليكي، ومش هتجيبي في معظم الوقت. لو انت مش قادرة تكفي طلباتك لنفسك، فهيخليكي في معظم الوقت مش قادرة تحققي اللي نفسك فيه، مش قادرة تجيبي اللي نفسك فيه. فدي ضريبة قعدك من الشغل، نايمة في السرير بس ما عندكيش حاجة تحققيها، ما عندكيش حاجة تنزلي كل يوم تعمليها، ما عندكيش حاجة، معكيش فلوس، اهمهم معكيش فلوس، معكيش فلوس. لكن لو انت نزلتي، اي نعم هتصحي الصبح بدري، وتشز دي حاجة حلوة جدا انك انت تصحي من النوم الصبح بدري ويبدأ يومك بدري. ده هيديكي بركة كبيرة قوي في يومك. هيبقى معاكي فلوس، هتعملي علاقات، هتبقي نشيطة، هيبقى عندك قدرة اكتر انك انتي تفكري وترتبي وتكتسبي خبرات وتتعرفي على ناس مختلفة. وده في حد ذاته يعني هيغير حياتك. طيب انا لسه اول مرة ما اشتغلتش، وانا لسه اول مرة هشتغل وما اشتغلتش قبل كده، دي حاجة هنتكلم فيها بعدين. بس خليني اقولك حاجات بسيطه، انك انت لما تعملي النقطه اللي انا اتكلمت عنها فوق، اللي هي انك انت تشتغلي على عقلك وعلى روحك، هتبداي تتطوري، وهيبدا يكون عندك حاجات تعرفي تتكلمي فيها لما يكون الحاجات دي هنتكلم فيها في حلقه تانية. بس انا هقولك حاجه بسيطه، هيكون عندك خبرة دنيوية، اللي هي سكيلز ممكن تتنمى لما تنزلي الشغل. فاللي قدامك وهو بيعمل معاكي انترفيو هيبقى شايف ان عندك حاجة دي ممكن تضيف ليها. ما عندهاش خبرة بس عندها عقلية حلوة قوي، تقدر تتنمى وتقدر تتطور. الناس اللي اول مرة تشتغل واللي ما اشتغلتش قبل كده، اتعلمي انجليزي. اتعلمي انجليزي. مفيش حد دلوقتي ما ينفعش يكون عايز يشتغل في مكان كويس قوي قوي ومحترم ويقبض راتب كويس ما يكونش معاه لغة. ولو شاطرة ومعاكي انجليزي كويس قوي، تعلمي لغة تانية. حلوة قوي، حلوة قوي قوي قوي. ولو بتشتغلي وحاسة انك انتي مستنزفة، الكلام ده كله هنتكلم فيه في حاجة تانية، مش عايزة اخش في حاجات كتير. بس لو انتي حاسة انك انتي مستنزفة، يا تغيري المكان يا تغيري الاتيتيود بتاعك،
يعني ممكن يكون الاتيتيود بتاعك جايب لك، هو اللي جايب لك المشاكل. يا تغيري الطريقه اللي انت بتفكري فيها، معتقداتك اللي هي مخلياكي شايفه، ممكن تكوني انت في بيئه كويسه جدا بس معتقداتك مخلياكي شايفه البيئه دي مش حلوه. بيتهيالي دي نبذه بسيطه عن النقطه دي، عشان مش عايزه اخوض فيها في كلام كتير، لان انا اهم حاجه عندي دلوقتي انك انت تعرفي انك انت اهم واغلى قيمه في الموضوع ده كله. انت ما بتتغيريش عشان حد، انت بتتغيري عشان نفسك، نفسك وبس. انت مش بتتغيري علشان حد يشوفك احلى واجمل والطف والذ، انت بتتغيري عشان انت لما تشوفي نفسك احلى واجمل والطف والذ ثقتك في نفسك هتزيد. ولما ثقتك في نفسك هتزيد، اللي حواليك هيشوفوا الثقة دي فهيحبوكي، هيتعلقوا بيكي اكتر. وانتي نفسك هيبقى ارتباط وثيق ما بينك وما بين نفسك. انا وعدت نفسي وصدقتها ووفيت معاها، فثقتك وارتباطك بنفسك هيزيد. ومش هيزيد بقى يعني مش هيزيد باللي حواليكي. هو احنا طبيعي ان احنا نرتبط ونتعلق باللي حوالينا لاننا بني ادمين، بس المقصود بالكلام ده انك انتي هتبقي عارفة ان انتي مش هتتهزي بالساهل، وهتبقي عارفة ان الناس دي راحت. احنا ما بنخسرش حد، الناس هي اللي بتخسرنا. احنا مكسب وتقيل قوي قوي في عين اي حد عايز يكون في حياتنا. اخيرا وليس اخرا، انا حابة اشوف كل بنت، حابة من كل قلبي اشوف كل بنت هي ملكة نفسها، ويكون لغة الحوار بينها وبين نفسها أحلى وأجمل وأصدق. اشتغلي على نفسك، اشتغلي على نفسك، اشتغلي على نفسك، وصدقيني الدنيا كلها هتبقى بين ايديكي. بحبكم كلكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية، وهنتكلم زي ما وعدتكم في تفاصيل اكتر 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 ازاي نطور نفسنا. بس وكل سنة وانتم طيبين. يلا باي باي.